السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم طفيت أش من موقع عربتيتو دوت كوم، ومع درس آخر بعد انقطاعنا لبرنامج الأفتر إفكت. إن شاء الله في هذا الدرس سنتعرف على بعض الخصائص الجميلة، وأيضا هو شرح لمشروع من فيديو هايف. في هذا الدرس سنتعرف على بعض إعدادات الكاميرا، كيف ربطها بين الأوبجكت، وأيضا كيف عمل أنيميشن عن طريق نير أوبجكت، وسنرى كيف سنحول نص أو لوجو ل 3D كما رأينا في دورة سابقة أو في شرح لمشروع سابق. أيضا سنرى كيف سنقوم بتطبيق تكستشر على اللوجو الخاص بنا. وأيضا في هذا الدرس سنرى بعض إعدادات اللايت، وكيف سنقوم بربطها بإفكت أوبتيكال فلارز. أظن هذا كل شيء في هذا الدرس. ننطلق على بركة الله. أولا لدي هنا النتيجة النهائية، دعونا نراها جميعا ثم ننطلق في الشرح. تلاحظون حركة بسيطة، حركة للكاميرا والأوبتيكال فلارس، أيضا تلاعب بزوايا التصوير، أيضا بحجم المشاهد. هذه كل شيء، كل الأشياء، خاصة الذين يتعاملون مع الكاميرا في مثلا فوتوغراف أو الكاميرا مان، فما سيجيدون التعامل بالكاميرا داخل برنامج الأفتر إفكت. المهم، دعونا ننتقل لشيء آخر. لدي هنا في ملف فوتاج قمت باستدعاء الشعار الخاص بموقع عربتيتو، أيضا باستدعاء صورتان أيضا سأرفقهم لكم في رابط الموضوع، الباك جراوند ثم الويب تكستشر التي سنقوم بتطبيقها على النص هنا. ننطلق على بركة الله. نقوم بعمل أول شيء، نعمل كومب، نعمل مجلد نسميه توتوريال مثلا، ثم نقول له كومب نسميها الماين أو البرنسيبال بهذا الشكل. نكتفي بعشر ثواني ونقول لها اوكي بهذا الشكل. لاحظوا معي حتى نرى المشروع هنا، فالمشاهد تتغير كل 3 ثواني. لاحظوا معي الثانية الثالثة هنا، لاحظوا المشهد تغير. المهم فقط حتى نضع في الحسبان، وأيضا سنتخذ هذه الكومب كملف صوتي نعتمده في شرحنا. قلت عملنا مجلد وعملنا كومب جديدة ونبدأ في العمل. لدينا الإيماج الباك جراوند ونقوم بسحبها للأسفل بهذا الشكل. الآن سنقوم بعمل سوليد نسميها باك جراوند أخرى ونقول لها أوكي. هنا تنسى إفكت جراديانت ونقول لها تطبيق. هنا سنغير إلى الراديال، ثم سنقوم بسحب اللون الأبيض للأسفل. هنا سنقول لها سواب كولور حتى يقوم بعكس لنا الألوان هنا بهذا الشكل. أيضا هنا سنقوم باختيار لون يكون بها، مثلا نحن سنأخذه أزرق لأن أنا لدي الشعار في الأحمر، فسيكون لون أزرق شيء جميل معه مثلا بهذا الشكل. هنا في الأوباسيتي سنقول له مثلا 17 بهذا الشكل، أظن كثير، مثلا سأقول له هكذا 38 حتى هنا نزيد نرفع من الأسود قليلا بهذا الشكل. الآن سنقوم بعمل سوليد أخرى نسميها فينيت في ان باك جراوند ونقول لها اوكي. هنا سنقول لها سيركل، ثم نقوم بتلاعب بالإعدادات بهذا الشكل. مثلا نقول لها ننزل قليلا
يعني حتى نحصل يعني على زاوية جميلة. هنا سنقول لها subtract subtract، ثم نقول لها في الفيدر ترفع لنا القيمة، ثم نقلل لها في الأوباسيتي بهذا الشكل. هنا سنقول لها ترفع لنا قليلا، ونرفع الأوباسيتي بهذا الشكل. أظن حتى الآن كل شيء واضح. هنا سنقوم برفع اللون بهذا الشكل مثلا، أوكي، ونرفع القيمة قليلا مثلا هكذا. الآن نبدأ في العمل يعني الذي ننتظره. سنقوم بعمل المجلد هنا، سنسميه edit بهذا الشكل. يعني حتى لو أردتم عمل مشروع جاهز وتقومون بحفظه لديكم، سيكون العمل بهذه الطريقة، يعني بطريقة المجلدات وترتيبها أمر جميل. في الإيديت هنا سنقوم بعمل كومب ونسميها لوجو بهذا الشكل، ونقول له لوجو اوريجينال. اوكي، الآن سنقوم بدبر الفوتج ونقوم بتدعاء اللوجو الخاص بنا. أنا لدي هنا اللوجو بصيغة الفيكتور، لكن حجمه صغير نوعا ما، لذلك سنقوم بالضغط على هذه الأيقونة ونقول له يفعلنا في سكيل. يعني الجميل في هذه الأيقونة أن كل ملفات الفيكتور يمكنك تطبيقها عليها والزيادة في الحجم بدون تغيير في الجودة. لاحظوا معي، فالجودة تبقى كما هي، لكن دعونا نرى إلى أي حد وصلنا. نقول لها تصغر لنا قليلا مثلا بهذا الشكل. أوكي، نعود إلى الماين، ثم هنا سنقول لها مجلد آخر، سنقول له بريكومب بهذا الشكل. ثم سنقوم بعمل كومب أخرى، لوجو بليس 1 مثلا، ونقول لها لوجو 01. نقول لها أوكي. نقوم بتدعاء اللوجو الخاص بنا داخل هذا العمل. لماذا وضعت لوجو داخل الكومب؟ لأنه بمجرد تغييره فمباشرة يتغير لنا اللوجو هنا، وسنحصل على نتيجة لشعار آخر إن شاء الله يمكن أن نراها في آخر الدرس. كما قلت هنا، ثم سنقول لها ماذا؟ نقول لها كنترول دي، نعود للنسخة الأصلية هنا، ونقول لها لاير ستايل، ثم نقول لها inner glow. نفتح إعداد الانر جلو، نقول لنا 100%، لكن قبل ذلك سنقوم بتطبيق effect gradient هكذا. سنقول له سنقوم بحذف هذه الكومب، سنقول له ينزل لي النقطة التي بالأسود إلى هنا، والنقطة التي بالأسفل إلى هنا. أنا في الشعار نعتمد على اللون الأحمر، لذلك سنضع هنا لون أحمر قاتم، والأعلى لون أحمر فاتح بهذا الشكل. لاحظوا معي، نزيل الانر جلو، فهذا هو نتيجة الشعار الخاص بنا. الآن نقول له كنترول دي، سنقوم بسحب اللاير ستايل هنا لأننا نحتاجها، ثم نعود للانر جلو في النتيجة التي لدينا ونعيد العمل عليها. اوكي، نزيل العين ونرى. الآن كما قلت لدينا الانر جلو، لكن ليس اللون المناسب. سنقوم باختيار لون يكون مثلا يكون نوعا ما هكذا مثلا. هنا نقول له نرفع القيمة مثلا إلى 10. هنا نقول لها 60. هنا نزيد نرفع مثلا، يعني حتى نحصل على نتيجة تكون مرضية لنا. اللون هنا غير مناسب، نرفع، لأنه يجب أن يظهر لنا لمعان في الشعار بهذا الشكل. نرى أي لون مثلا
نختار مثلا، نتركه بهذا الشكل. أظن لا، ليس بلون مناسب. نختار أحمر ونفتح قليلا مثلا بهذا الشكل. يعني حتى يمكنكم تغيير الألوان حسب يعني الشعار الذي ترونه مناسب لكم. أو دعونا نرى من هنا، نختار شيء هكذا. نتيجة أظن شيء جميل. أظن هكذا شيء جميل. الآن نعود إلى اللوجو أوريجينال. هنا نقوم باستدعاء الإيماج الويب، يعني متوفر على الإنترنت، هذه الصورة، ونقوم بسحبها أسفل اللوجو. الآن نقول لها ماسك ريكتانجل ونعمل لها دبل كليك، ثم سنقول لها يصغر لي بالضغط على الشيفت كنترول، ونصغر حتى نضعها في المنتصف هنا مثلا. سيكون لدي هنا مثلا، نرفعها قليلا ونزيد نرفع بهذا الشكل ونكبر. نقول لها هنا سيكون لي فيل، لأن لدي خلفية شفافة كما تلاحظون. ونقول لها فيل ونقول لها لون أسود، ثم سنقول لها الألفا مات. لاحظوا معي كيف تم تطبيقها على اللوجو. دعونا نقول لها كنترول دي لكل من الصورة واللوجو، ونقول لها هنا مثلا نصغر نوعا ما بهذا الشكل. نأتي إلى الأسفل، نزيد نصغر مثلا بهذا الشكل، ونقول لها اللون الأبيض. لكن لا ننسى يعني استدعاء الفيدر مثلا حتى يكون تدرج بهذا الشكل مثلا. اوكي، الآن بقي لنا آخر شيء. نقول لها كنترول دي، ونقول لها هنا سنقول لها اللون يكون مثلا برتقالي بهذا الشكل، لكن يجب أن يكون جد فاتح. ثم نرفع القيمة حتى تملأ لنا منتصف العمل بهذا الشكل مثلا. أظن هكذا شيء جميل حصلنا عليه لحد الآن. اوكي، أظن سأقوم بتدكين اللون قليلا هكذا. أظن سأخذ نفس القيمة هنا ونقوم بتطبيقها على الانر جلو التتبيل المناسبة. اوكي، دعونا نغير اللون قليلا يعني حتى نحصل على شيء يعني نرتاح له نوعا ما. نختار اي شيء مثلا، نأخذ اوكي ونقوم هنا بالتقليل مثلا الى 10. اظن الان امر جيد. اوكي، الان انتهينا من الخطوة الاولى في الشعار، ذلك سنقوم باستدعائه الى العمل ونقوم بتحويله الى 3D بهذا الشكل. ليس اللوجو اوريجينال، عفوا، نقوم بحذف، انما بريكومب لوجو 1. الان سنقوم بعمل كومب اخرى سنسميها اللوجو 02. نفس الشيء، نستدعي اللوجو الاصلي لدينا هنا ونبدأ بالعمل. سنقول لها gradient تطبيق، نفس العملية. نحاول يعني نقرب الألوان بهذا الشكل. نختار لون أحمر قاتم هنا، ثم هنا نختار أحمر بهذا الشكل. أظن نفس النتيجة تقريبا. ثم نطبق عليه إفكت جلو بهذه الطريقة.
الآن color channel behind add. أظن نقول كنترول دي ونزيل لون من هنا. هنا سنقول لها الاد بيند color channel alpha channel color channel بهذا الشكل. لها ريسيتش. اوكي نحاول نقلل قليلا يعني نحصل على شيء بسيط فقط، مثلا بهذا الشكل. اوكي الآن نعود إلى الماين ثم نقوم بسحب الشعار. هنا نقوم بغلق كل شيء وننتهينا منه. نقوم بارتداء الشعار أسفل الشعار السابق ونغيرهم إلى 3D بهذا الشكل. ثم نقوم بعمل نفس العملية، نقوم بعمل كومب جديدة، اللوجو الثالث نقول له اوكي، نستدعي اللوجو الرئيسي ثم نطبق عليه gradient ايضا بهذا الشكل، ثم نقوم بوضع الالوان هكذا. نقول لها swap color ثم هنا نقوم بارتداء اللون يكون رمادي جد قاتم بهذا الشكل. اوكي الآن سنقوم بإضافة له ستروك بهذا الشكل. هنا ستروك سنقول له اللون أسود. هنا سنقول له يرفع لي القيمة حسب النتيجة التي سنراها مناسبة. وكنا نحاول نفتح قليلا حتى نرى النتيجة بهذا الشكل. نظن 5 لأمر جيد. نقول لها كنترول دي، نعمل سوليد بيضاء مثلا ثم نقول لها ماسك ونقول لها اوكي. نضعه اسفل اللوجو الاول ثم نبدأ بعمل ماسك يعني خاص بنا مثلا بهذا الشكل، مثلا بهذا الشكل. اوكي الان سنقول له الالفا مات. كما تلاحظون حصلت على لون ابيض كامل. هنا سنقول في الاوباسيتي يقلل لي حتى نحصل على مثلا 17 وليس 7 مثلا بهذا الشكل هكذا. اوكي هنا سنقول ماسك الام ونعمل فريم. كما قلنا سابقا ان الانيماسيون الخاص بنا سيستمر ل3 ثواني في كل مشهد. حسنا لدي هنا الثانية الاولى أو في بداية العمل سنقوم برفع هذا الماسك إلى الأعلى بهذا الشكل. ودعونا نتركه بالعكس، مثلا يكون هنا في الأسفل. نذهب إلى هنا في الثالثة دبل كليك ونسحبه للأعلى بهذا الشكل. لاحظوا معي يعني أنيميشن بسيطة جدا يعني تعطينا شكل زجاجي رائع. حسنا الآن بعد آخر فريم عملناه نقوم بعمل شيفت وكنترول والضغط على فليش يمين ونقوم بتغيير الانيميشن الى هنا. مثلا يكون لي في هذا المكان مثلا، او نتركه مثلا في الاعلى او نتركه في الاسفل مثلا بهذا الشكل. وفي الثانية السادسة هكذا نقوم بسحب الماسك للأعلى هكذا، ثم فريم آخر بعد دبل كليك ونغير الماسك بهذا الشكل مثلا، ثم نبدأ بسحبه إلى الأخير هكذا حتى نحصل على الأنيميشن التالية. لاحظوا معي بهذا الشكل. أظن سنضطر لتكبير الصورة حتى تظهر لنا مثلا بهذا الشكل. لاحظوا معي كما لو أن طبقة الزجاج يعني أو عكس لشيء ما يمر لنا على
على الشعار. اوكي، الآن سنقوم بسحبها للتايم لاين ونقول لها تفعيل 3D. الآن هنا سنقول له في البوزيشن مثلا 7، ثم الثانية في البوزيشن نقول لها 8 مثلا، ثم هنا سنقول لها في الأخيرة في البوزيشن سنقول لها 9. دعونا نغير الفيو، سنلاحظ العمل بهذا الشكل، يعني بداية تشكل نص 3D. اوكي، الآن ما الذي سنقوم به؟ سنقوم بعمل الإضافة في نسبة البوزيشن بقيمتان. مثلا إذا كانت 9 ستكون لدي في القيمة التالية 11. كنترول دي سنقول لها 11، نفس الشيء كنترول دي سنقول لها قيمة 13، كنترول دي 15، كنترول دي 17. ونحن يعني نحاول يعني إلى أن نصل إلى نتيجة مرضية. مثلا هنا سنقول لها 21، هنا 23، هنا مثلا 25. هنا لاحظوا معي النص كيف أصبح يتشكل على أنه 3D، أو عفوا الشعار وليس النص. يعني لكن نفس الشيء في الشعار. سابقا يعني قمنا بشرح طريقة جد سهلة، قمنا بعمل اكسبريشن يمكن أن نذكركم به بعد قليل. الاكسبريشن سهل يخول لكم يعني القيام بالعمل بأكثر من طريقة، لكن للأسف ليس الجميع يتعامل مع الاكسبريشن، لذلك فضلت أن أشرح بهذه الطريقة. المهم 29 31، نزيد نرفع من جديد نقول لها 32 عفوا 33. هنا أيضا كنترول دي نقول لها مثلا 35، أو نقول 25 هنا نقول لها 37، كنترول دي ونقول لها 39. اوكي، هذا هو النص الخاص بنا، نص 3D. لاحظوا معي بهذا الشكل، شيء جميل وجميل جدا. الآن سنقوم بتقليل الجودة حتى أعمل بسرعة أكثر بهذا الشكل. لاحظوا معي سنقول لها fit to 100، ثم أننا الكاميرا في كويستشن فيو 1 يعني لا تتحكم في الكاميرا، بل إنما تعطينا حرية التعامل بنفس الإعدادات. لاحظوا معي. الآن ماذا بقي لنا؟ حتى نعطي واقعية للعمل يجب أن يتوفر على ضلال. لذلك سنعمل نسخة أخرى، سنستدعي effect fill حتى نقوم بتعبئته باللون الأسود هكذا. أيضا نقوم بعمل لها كنترول دي. هنا سنقول لها لوجو 3 بليس شادو، نفس الشيء سنقوم بعملها هنا لوجو 3 بليس شادو. حسنا، اللون هكذا جيد. لدينا في الشادو الأولى سنقوم بتدعاء effect blur Gaussian blur ونقول له واضح، ثم نرفع القيمة قليلا. لاحظوا معي البلور في آخر العمل كيف يظهر. اوكي، الآن سنقول له في الثانية نستدعي إفكت آخر رأيناه أيضا في الورشة السابقة، هو راديال بلور، ثم نقوم برفع القيمة قليلا. لاحظوا معي كيف سيعطينا النتيجة. الآن دعونا نعود إلى الأكشيف كاميرا. لاحظوا معي الظلال كيف متموضع علينا في العمل، وهذا شيء جميل وجميل جدا. لاحظوا معي يعني شيء جميل ورائع. أظن اللون الإنر جلو الذي وضعته على الشعار ليس بالشيء المناسب، سنقوم بتغييره من جديد.
دعونا نختار أي لون من هنا مثلا نقول له أوكي. ماين أظن لا بأس بهذا الأمر. الآن دعونا كما تلاحظون التايم لاين يعني قمنا بتعبئته كثيرا، لكن سنقوم بحذف من اللوجو 34 إلى اللوجو إلى الاندكس 18، ونقول لها تحول لنا هذه الأيقونة، ونقوم بإخفائها عن طريق هذه الأيقونة أيضا. لاحظوا معي كيف اختصرت المكان في التايم لاين. المهم قلت لكم يعني سأشرح لكم بعجالة وكتذكير لكيف سنقوم بتحويل شعار أو نص إلى 3D. سأقوم بالإسراع في ذلك حتى يعني لا نخرج عن نطاق الطرد. لدينا اللوجو، سنقوم بعمل نسخة أخرى منه، ثم سنحوله إلى 3D، ثم نقول له كنترول دي، وفي البوزيشن سنقول له Alt كليك، سنقول له value plus أي القيم التي لدينا هنا زائد، في القيمة الإكس سنقول له زائد 0، في القيمة الواي سنقول له زائد 0، لكن في قيمة الزد سنقول له شيء آخر. سنقول له الاندكس، هذا الرقم الذي لدينا هنا، ونكتفي إذا أردنا مثلا بهذا الشكل. لاحظوا سيصبح لي الرقم 2، لكن إذا قلت له اندكس ناقص 1 فسيعطيني في البوزيشن 1. ولاحظوا معي في الكوستيوم فيو، نحاول نكبر قليلا هنا تقول له عن طريق الاندكس فقط بهذا الشكل، هنا 2، هنا 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 إلى آخره. بهذه الطريقة يمكننا أن نخرج بشعار 3D مباشرة. حتى نوضح أكثر دعونا نقوم بتطبيق Effect Fill على العمل الذي لدينا بهذا الشكل. مثلا نحوله إلى الأسود، ثم دعونا نقوم بوضعه إلى هنا مثلا، فتلاحظون معي التكست 3D كيف قمنا به بسرعة. يعني هذه طريقة أخرى يمكنكم الاستفادة منها في عمل يعني الشعار 3D، يمكنكم تطبيقها أيضا في الدرس إذا أردتم، وهي طريقة جد سريعة. المهم نقوم بحذف هذا الشيء. يمكنكم الرجوع إلى الورشة السابقة التي شرحنا فيها مشروع جد مهم في الأفتر إفكت، امتد حوالي أكثر من ساعتين. سترون كيف يعني استفدنا منها بشكل جميل. نعود إلى العمل. الآن انتهينا من النهاية من التسجيل العمل. الآن بقي لنا الكاميرا واللايت. هنا سنستدعي كاميرا، سنقول لها 35 ملي يعني الأوبجيكتيف الذي سنعمل به، ثم سنقول لها أوكي. هنا سنقول لها نيل أوبجيكت، سنسميه كام كنترول 1 بهذا الشكل. الآن سنقول لها 3D، لكن نعمل منه ليس نسخ، إنما نذهب هنا الثانية الثالثة، نقول له كنترول شيفت دي. اوكي لا بأس. نقول له الايديت، ثم نقول له سبليت لاير، لأن كنترول شيفت دي تتحكم لي بشيء آخر الآن، لذلك لا بأس. نذهب إلى الثانية السادسة بهذا الشكل، نقول لها نفس الشيء كنترول شيفت دي، أو نقول لها سبليت لاير. أظن الأمر جميل لحد الآن سنقوم بربط الكاميرا 1 بالكنترول 1، والكاميرا 2 بالكنترول 2، والكاميرا 3 بالكنترول 3. الآن دعونا نبدأ بالعمل من هنا، لكن قبل ذلك نقوم بعمل solid نسميه فلارس. اوكي، ونقول له لون أسود مثلا. أيضا سنقوم باستدعاء لايت أخرى بوينت لايت، نتركها في 100% ونقول لها اوكي. هنا سنستدعي effect optical flares من هنا ونقول له تطبيق.
هنا سنقول له source type، نقول له track light، يعني يتبع لنا اللايت. فلاحظوا معي أصبح لي في اللايت، هذا شيء جميل. هنا solid سنحول المود إلى screen، أظن هكذا شيء جميل. اللايت الأولى سنضعها في الجانب مثلا بهذا الشكل. دعونا نعمل to view الجانب، لكن ستكون في نفس خط تكست بهذا الشكل. لكن شيء آخر يجب أن ننتبه له، ونقول له هذه السوليد أو كومب 3D لا نريدها أن تتأثر لنا باللايت. نقول له هنا الأوف، ثم هنا الأوف. نفس الشيء كنترول سي، نقوم بتطبيقه على كل شيء بهذا الشكل بهذا الشكل. لاحظوا معي يعني سيتغير الأمر مباشرة. يعني نقول له لن يطبق اليد إلى اللايت ولا أي شيء على العمل. نفس الشيء هنا، نفس الشيء هنا. نقوم بانتهاء كل الطبقات ونقول لها كنترول في. لاحظوا معي الآن استرددنا العمل الخاص بنا. أوكي. شيء آخر، أين العمل؟ هنا. سنقوم باستبدال بريسيت لأنه غير مناسب. نختار أي بريسيت آخر، دبل كليك، نذهب إلى الموشن جرافيكس مثلا، نرى أظن نغير الألوان قليلا، نقول له أوكي مثلا ونجرب ونرى. أظن بريسيت قوي يعني أكثر من اللازم على ما أظن. دعونا نعمل وان فيو، أظن قوي أكثر من اللازم. أوكي. هنا نغير مثلا موشن جرافيكس من جديد ونختار بريسيت آخر. لا، أظن هذا شيء لا بأس به. نقول له أوكي، نسيب كل شيء ونزيل بعض الأشياء التي لا نريدها مثلا كالنوافذ التي لدينا هنا. أوكي حتى أنت هنا، ونقول لها أوكي. أظن حتى الآن شيء جميل، لكن سنغير لها قليلا فيها الألوان ونقول لها أوكي. أظن هكذا شيء جميل. الآن يعني حتى نعود لللايت من جديد، نعمل لها fit up to 100. نقول لها في البوزيشن تقترب لنا للعمل بهذا الشكل. أظن هكذا شيء جميل. ثم سنقول لها سنزيد لها، نقول لها تقرب. هنا كثير جدا، مثلا نقلل قليلا هكذا، نزيد قليلا هكذا. الآن سنقول لها فريم في البوزيشن، نضغط على الار حتى نزيد اعدادات الروتيشن ونعمل فريم على الاورينتيشن. نضغط على اليو. هنا سنقول لها تدور لي قليلا على محور الواي بهذا الشكل مثلا. ثم نقول في البوزيشن تسحب لي قليلا هكذا مثلا. أظن. ثم نذهب إلى الأخير، عفوا الآخر العمل لدينا، ونقول لها يعني نحاول بهذا الشكل، نحاول ندورها بهذا الشكل، يعني نتلاعب حتى نحصل على إعدادات تكون جميلة فقط. ثم نقوم بسحبها إلى هنا مثلا، إلى المنتصف مثلا. أظن قمت بتطوير العمل كثيرا.
أيضا سنقوم باسترجاع بعض من ملامح العمل هكذا. عفوا سنقوم بعكس القيمة هنا، يعني نحاول نخرج بشيء يعني مناسب لنا فقط بهذا الشكل، ونرفعها للأعلى هكذا. أظن هكذا شيء جميل. أوكي، دعونا نضغط على 0 من لوحة المفاتيح ونحاول نرى النتيجة التي حصلنا عليها. دعونا نقلل الجودة حتى تكون سريعة جدا. مثلا بهذا الشكل أظن شيء جميل. لاحظوا معي، إذا لاحظوا معي اللمعة الذي وضعناه كيف يتم بالدوران على ليس هذا هو المطلوب. أوكي، دعونا نقرب الكاميرا قليلا بهذا الشكل. أيضا نزيد لها في الروتيشن هكذا. أظن الآن سيكون العمل بالطريقة التي نريد. أوكي، الآن نذهب إلى الكاميرا، نذهب إلى عفوا كاميرا اوبشن، ثم سنقول depth of field on. أظن تم تفعيلها مباشرة. هنا سنقول لها ترفع لي القيمة إلى 125. لاحظوا معي كيف أصبح العمل يعني جد مضبب. الآن سنعمل to view. أوكي، الآن سنقول له هنا 500 مثلا، يعني سنقول له المسافة تكون قصيرة حيث يمكننا معاينة أقرب شيء. أوكي، هنا سنزيد نقول لها تقرب لي للعمل بهذا الشكل. نقول هنا مثلا 400. وهنا سنقول لها مثلا سنقول هنا مثلا 800. بهذا الشكل. نحاول نزيد قليلا، نحاول نقلل قليلا مثلا هكذا، يعني نحاول نحصل على بعض من الفلو في اللوجو. مثلا نزيد، نقول له مثلا 650. أظن الآن سنحصل على نتيجة جميلة جدا. لاحظوا معي طي اللوجو هنا واضح. سنقول له ماذا؟ سنقول له يغير لي القيمة إلى أظن 700. سنكتفي ب700 هنا، لكن أيضا سنقوم بتغيير نوعا ما في الروتيشن حتى يكون لنا الكومب، يعني يكون هنالك عمق. مثلا هنا سنقول له يزيد يدور لنا حتى نحصل على نتيجة تكون جميلة. إذا سنقول له في البوزيشن يسحب لنا المشروع قليلا بهذا الشكل. أظن شيء جميل. نعود للكاميرا ودعونا نرى. لاحظوا معي أن الجزء الأول لدينا هنا واضح، والجزء الذي لدينا في الأخير نوعا ما يعني لا يتميز بالوضوح، وهذا شيء جميل. لاحظوا معي الفرق بين هنا وهنا، يعني هذه لمسة جميلة. هنا نقول لها فريم في الفوكال ديستانس، ثم نقول لها مثلا هنا نقول لها
نشوف مثلا هنا ونقول له تزيد تقترب لنا من المشروع. مثلا نقول له مثلا هنا 900 مثلا. ثم في الأخير سنقول لها ترجع لنا قليلا، تزيد حوالي 750 أو 740 بهذا الشكل. لاحظوا معي الآن شيء جميل وجميل جدا. لاحظوا معي الآن أصبح لدينا هنا فلو، لكن المنطقة هنا جد واضحة، لا تلعبنا بالفوكس الخاص بالكاميرا. اوكي، لاحظوا معي حتى يعني نرى ما الذي نقوم به. هنا اللاين الخاص بالفوكس، يعني كلما كان هذا الخط قريب من اوبجكت ما، كلما كان الجهة التي قريب منها واضح. مثلا لدينا هنا الخط قريب للشعار من جهة اللوجو هنا أو الرمز، فهنا سيكون أكثر وضوحا. وكلما كان بعيدا عن المنطقة الأخرى كلما كان فلو، لأن المسافة التي اخترناها تخول له ألا يظهر الشيء الثاني كأنه ثانوي. الآن سنقوم بتطبيق نفس الشيء على باقي الكاميرا، أو نقوم بنفس الحركات. نضغط على اليو، لكن سنقوم هذه المرة بتطبيقها بسرعة. أظن الفكرة جد واضحة. سنقوم بتصغير المساحة بهذا الشكل. هنا سنقول لها fit to 100. هنا سنقول لها في الروتيشن فريم، لكن سنقول لها أيضا في البوزيشن فريم. نضغط على اليو أو نعمل ستوب واتش، ثم نبدأ في التغيير. الآن سنقوم بتغيير الشعار للزاوية الأخرى، مثلا بهذا الشكل. مثلا لاحظوا معي، نضعه مثلا في هذه النقطة. ثم في البوزيشن سنقول له يقربه لنا مثلا بهذا الشكل هكذا، ونقول له يقربه لنا بهذا الشكل مثلا هكذا. ثم نزيد نرفع هنا حتى يكون لي في المنتصف. لاحظوا معي، يعني حاول نحصل على شيء جميل وجميل فقط. أظن هكذا شيء جميل. نقول له يكون قريب نوعا ما، يكون قريب للكاميرا بهذا الشكل. ثم نقوم برفعه للمنتصف. لاحظوا معي هكذا. الآن نفس الشيء، سنذهب إلى آخر العمل، نضغط على الأو، ثم نقول له يعني حاول مثلا بهذا الشكل. يعني ليس بالضرورة نتقيد بالنتائج التي حصلنا عليها في العمل أو في النتيجة الرئيسية، يعني فذلك لن ينفعنا بشيء. اوكي، دعونا الآن نغير في الروتيشن مثلا بهذا الشكل، ثم نقول له يسحب لنا المشروع إلى هنا مثلا. نقول له هنا مثلا 0. هنا سنقول له بهذا الشكل مثلا. نعمل لي روتيشن هكذا، ثم نقوم بسحب من جديد بهذا الشكل. أيضا نقول له يزيد لنا في الروتيشن، يعني نحصل على شيء جميل فقط بهذا الشكل. أيضا سنقول له يتراجع لنا على متبر الزد بهذا الشكل ونغير. أظن هكذا شيء جميل وجميل جدا. نرفعه قليلا للأعلى بهذا الشكل. أوكي، الآن بقي لنا نفس التأثير الذي سنقوم على مستوى الفوكس. نعمل فريم
في الفوكس، ثم هنا نقول له مثلا يرفع لنا القيمة مثلا إلى 100 مثلا بهذا الشكل. لاحظوا معنا المنطقة التي لدي هنا غير واضحة، وهذا شيء جميل يعطينا عمق أكثر. نضع فريم هنا. الآن سنبدأ بالتغيير في المنطقة هنا. دعونا نرى أين يتمركز لي هنا. سنقول له يغير لي ويقلل لي في الفوكس بهذا الشكل. لاحظوا سنحاول أن نرجع العمل إلى الوراء هنا حتى يعطينا المنطقة التي في الأخير جد واضحة. لاحظوا معي كيف أصبح الأمر يتغير. هنا نزيد قليل ليس الزوم، نزيد قليلا بهذا الشكل، ثم نذهب إلى الأخير نحاول نقرب بهذا الشكل. هكذا أظن هكذا شيء جد جميل وجميل جدا. الآن نفس الشيء بالنسبة للعمل هنا. نضغط على اليو، نقول في البوزيشن فريم لن نحتاج روتيشن، سيكون العمل قريب لنا نوعا ما. هنا سيكون بهذا الشكل. كنترول شيفت فلاش يمين، ثم سنقول له يرجع لنا قليلا بهذا الشكل، ثم يعني سنقول له يبقى لنا في حركة إلى آخر العمل. هذا شيء جميل. الآن سنقول نفس الشيء. الكاميرا اوبشن، هنا سنقول له في فتحة الكاميرا سنقول له 130 بهذا الشكل، ثم دعونا نرى الديستنس. دعونا نقول له يكون بعيد نوعا ما هكذا، لكن سنقوم بتطبيقها هنا. سنقول له بهذا الشكل فريم، هنا أظن سيصبح واضح. نحتفظ بنفس الفريم بهذا الشكل، ودعونا نقوم بتقريبه قليلا حيث سيصبح واضح. سنقول له يقترب منه قليلا هكذا حتى يكون الشعار واضح. أظن هكذا شيء جميل. ثم نتحرك قليلا ونبعد نوعا ما distance، نزيد نبعد عن العمل. سنقلل الجودة من جديد، نقول هنا منتصف، نقوم بتقليلها هكذا مثلا، ثم نتحرك قليلا هكذا ونقول لها تبقى لي ملاصقة للعمل. نزيد نقربها قليلا، نزيد قليلا هكذا. لاحظوا معنا في النافذة الثانية بهذا الشكل. أظن حتى الآن أمر جيد. ثم الكاميرا ستكمل مسارها بهذه الطريقة. الآن سنقوم بعمل آخر شيء. لدي هنا اللايت، سنقولها في البوزيشن فريم. هنا سنقول له عفوا
يجب أن تكون قريبة جدا بهذا الشكل حتى نرى ضوء أكثر من المعتاد في العمل. لاحظوا معي هنا كيف ارتفعت لنا الإضاءة. نقول لها فريم في البوزيشن، ثم نأتي إلى الأخير في أول عمل، يعني في أول جزء، ونقول لها تتحرك لنا بهذا الشكل، يعني تخرج عن العمل هكذا. فليش يمين حتى نرى الصورة. نعمل فريم في البوزيشن ونحاول نوضعها في مكان مناسب، مثلا بهذا الشكل. نحاول نبعدها قليلا حتى تكون مثلا بهذا الشكل. ثم نذهب إلى الأخير ونقول لها تدخل لي في العمل هكذا، يعني الآن ستعطينا إضاءة أكثر، أو نزيد نقول لها تدخل لي في العمل، نزيد قليلا هكذا. كنترول فليش يمين، نقول لها فريم من جديد، سنقول لها تكون جد قريبة داخل العمل مثلا، حتى تكون تعطينا إضاءة قوية في الأول مثلا بهذا الشكل، لكن لا يجب أن تظهر لنا كاملة. مثلا نخفيها قليلا، ثم نأتي إلى هنا. كما تلاحظون لا يجب أن تظهر لي، فيجب أن نقوم بإخراج اللايت بهذا الشكل. ثم إلى آخر العمل سنزيد نقول لها تخرج قليلا، يعني الإطار بهذا الشكل مثلا. أظن حتى الآن كل شيء جميل. أظن هذا كل شيء. دعونا نقوم بعمل شيء آخر. نقول لها new solid black، نسميها overlay. اوكي، نقول لها normal، نقول لها العفو ليس normal، نقول لها الاوفرلاي كل شيء اسود. سنقول لها تعمل لي أين أنت الماين، تعمل لي ماسك بهذا الشكل. نقول له subtract، ثم سنقول له feather حوالي 150 بهذا الشكل، ونقول له أكثر مثلا. ثم سنقول لها في الأوباسيتي مثلا 40، أظن، أو نقول لها 35 هكذا. أمر جيد. أوكي، الآن نقول لها one view، لأن لن يبقى لنا أي عمل حولها. نقول لها نزيد قليل مثلا 25. حسنا. أوكي، الآن سنحاول نعمل شيء آخر وهو الأخير، solid، سنسميه fade in slash out. أوكي، هنا في أول عمل سيكون في الأوباسيتي 100%. 10 صور بعدها مباشرة سنقول لها 0 هكذا. سنأتي إلى هنا إلى بداية العمل الثاني، سنقول لها 100%. قبلها 5 صور نقول لها 0، وبعدها ب5 صور نقول لها 0. يعني 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5. هنا تنقصني أظن 1 2 3 4. أوكي، هنا ينقصني فريم ثم فريم من هنا. اوكي، لا بأس. نفس الشيء، نفس العملية سنقوم بتكريرها في آخر شيء. هنا كنترول في، نسحب
بهذا الشكل. الآن ما الذي سنقوم به؟ سنقوم بعمل باستدعاء الملف الصوتي. كما قلت سنتخذ البريفيو كومب هي الملف الصوتي الخاص بنا، نضع في الأسفل، سنزيل عليه خاصية العين حتى لا يقرأ لنا الفيديو الذي فيها، أو على الأقل أن يخفف لنا، وننطلق في عملية البريفيو. لكن كما تلاحظون العمل سيتطلب بعض الوقت، لذلك سأترككم تشاهدون النتيجة بأنفسكم، وأستودعكم الله إلى أن نلتقي في درس آخر بإذن الله.